أنا زملكاوي، بس كنت بكتب كتير عن الأهلوية، وكانت منشوراتي بتلاقي ثناء وشكر كتير عند الكتير منهم. لكن النهاردة وبهدوء أنا مدرك تماما مشكلة جمهور الأهلي المحترم، هو أنه لا يعرف في كرة القدم غير الفوز والانتصارات، ولا يقبل بغير هذه، حتى وصل الأمر إلى حد الإيمان مثل نظرية البعث والخلود عند المصريين، وهذا حقكم وشيء جميل. ولكن اليوم هو يوم الهدوء، ولازم نشوف الموضوع بزاوية واحد زملكاوي. عشان كده تعالوا نفكر بهدوء الإيجابيات والسلبيات. الإيجابيات: الأهلي شارك للمرة الثامنة، المركز الرابع يحسب للنادي الأهلي، مبروك 2 مليون دولار. الأهلي لاعب فرق من 4 قارات في العالم، الأهلي سجل في جميع المباريات، أصبح اسم النادي الأهلي يتردد في جميع بقاع الأرض. حديث الصحف العالمية عن الأهلي والخطيب: الأهلي كسب خالد عبد الفتاح، مروان عطية، بيرسي تاو. الأهلي كسب عودة كهرباء. أصبح الأهلي يضغط على أي فريق مهما كان، حتى لو كان فريق ريال مدريد وفلامينجو. مدرب محترم فاهم شجاع. الأهلي من دلوقتي مش هيقف فريق في أفريقيا أو الدوري المصري أمامه في أي مباراة. أصبح للنادي الأهلي البديل مثل الأساسي، واسألوا محمد هاني. عودة اكتشاف أحمد عبد القادر لنفسه، لاعب لا يخاف المدافع ولو كانوا 2 أو 3. زعلانين على الخسارة؟ حقكم. طب وإحنا اللي علم علينا أسوان والمحلة والأهلي وفاركو حتى بلوزداد. الأهلي أصبح فريق عظيم جبار لا يهاب الكبار. مثل كل دي إيجابيات ومكاسب من حق أي أهلاوي يفتخر بيها. رجاء الهدوء، وافتخر وافرح بناديك ورئيس النادي الخلوق محمود الخطيب. السلبيات: تحميل محمد شريف في ضاعة المباراة، وهذا غير منطقي حقيقي، لأن كان ممكن الأهلي يتقدم 3-1. طب اسأل نفسك كده، علي معلول ضيع ضربة جزاء، بيرسي تاو ضيع هدف محقق، خطأ محمد الشناوي، ضربة جزاء محمد هاني، طرد خالد عبد الفتاح، خطأ اليو ديانج، تحكيم مصطفى غربال، هدفين من ضربتين جزاء. يبقى من الظلم تحميل محمد شريف نتيجة المباراة الأهلوية لوحده. تذكروا محمد شريف في مباراة الزمالك وماذا فعل أي مهاجم ممكن يضيع. اسألوا عماد متعب، ضيع نفس الكرة يمكن أسهل. خلاصة الكلام: هل هناك لاعب قصر بالجهد والعرق من أجل الأهلي؟ الأهلي لعب 4 مباريات في 10 أيام ما بين الرباط وطنجة، سفر من القاهرة ورياح وبرد. افرح وافتخر لا تحزن، أنتم في حضرة النادي الأهلي. تذكروا شعاركم دوما، أعظم نادي في الكون. تذكروا أن عندنا رئيس نادي فضح اللعيبة بالمخدرات. تذكروا أني مش عارفين نأيد 3 لاعبين. تذكروا أننا بررنا الهزيمة من فاركو بالسحر والشعوذة. تذكروا أن عندنا لاعب نازل الملعب بكوباية شاي. تذكروا أن لنا 20 سنة عاوزين بطولة إفريقية. تذكروا كم مرة كنا حصالة المجموعة. تذكروا أننا في أول مباراة هزيمة وعلى أرضنا. تذكروا أننا أمس هتفنا جميعا الشعب يريد إعدام منصور. يا جمهور الأهلي، رجاء الهدوء والفخر بناديكم، وتذكروا شعاركم وأغانيكم على الحلوة والمرة معاه. هي كرة القدم لابد أن تعطيك ظهرها في يوم، واليوم لم يكن يوم الأهلي.